السلام عليكم، عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي حوالي 6:15. انا جاي عند حسن صاحبي وساكن هنا. لو فاكرين الفيديو اللي فات قلتلكوا الغرامة اللي جاتلي عشان الراجل ركن في مكان مينفعش يركن فيه. هو ده المكان اللي راكن فيه، ده مينفعش اركن فيه. وفي زي يافطة فوق كده بتقول بيرميت هولدر اونلي من يوم الاثنين لغايه يوم السبت من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 6 بالليل. يعني اللي يركن هنا من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 6 بالليل لازم يكون الناس اللي معاها البادج اللي بيبقى على العربيه. فانا معيش البادج، بس الساعه دلوقتي الساعه 6 وتلت، فانا اقدر اركن عادي. حسن نادي على حسن، انا مستني ينزل عشان يجي معايا. رايحين السوبر ماركت نشتري شويه حاجات، وبكره اول يوم رمضان فعندنا عزومه، فلازم يجي معايا. هو فين؟ نايم؟ حمام؟ جبنا كل حاجه اهي، محدش يسمعه. بس المكان زحمه وحسن اهو. امبارح معرفتش اصور اي حاجه علشان السوبر ماركت كان زحمه جدا. امبارح طبعا كله كان بيشتري حاجات علشان اول يوم رمضان، والنهارده اول يوم رمضان. جبنا امبارح شويه انوار، هي دلوقتي شغاله، لسه مشغله من شويه. خلينا نطفيها. وده ما يعتبرش فانوس، يعني ما نقدرش نقول عليه انه فانوس رمضان. دي يعتبر شمعة فيك جواها بتاع بلاستيك، وفيها نور برضو بتنورها بالليل، بتدي شكل حلو. بس انا رحت يعني جبت شوية حاجات من دي لان انا عايز اعمل ديكوريشن. المفروض كنت عملت الديكوريشن بدر شوية، بس طبعا ما عنديش وقت خالص. الرف ده عايز اجيب له برضو زينة، فانا هروح النهاردة اجيب زينة كمان، اجيب شوية كمان عشان احطهم على الرف التاني. امبارح الجو كان هوا، والنهارده برضو الجو هوا، ودي مش حاجة كويسة خالص، لان انا مفروض كنت هشوي، وانا لسه هشوي اصلا، بس الجو مش لطيف. الصبح كان الجو حر، انا مش عارف ايه اللي بيحصل الصبح. يعني انتوا شايفين الشمس دخلت ازاي، بتظهر وتجيب فجأة. مش عارف انتوا لاحظتوا يعني في الفيديو ولا لا، ان في نور كده دخل مرة واحدة. وانا دلوقتي عايز اطلع بره، عندي مشوار للبنك عايز اروح اخلصه. الدنيا دلوقتي مغيمة والجو هوا سيكا. يعني الساعة دلوقتي حوالي الساعة 2:30، بس الصيام لغاية دلوقتي ماشي معايا تمام. انا صاحي النهاردة الساعة 11. انا في العادي بصحى بدري، بس عشان امبارح نمت حوالي الساعة 2 امبارح. بس انا بعد كده هبقى بصحى الساعة مثلا 7 الصبح عشان الشغل وكده. فالصيام لغاية دلوقتي تمام معايا، والجو حلو ومش حاسس بعطش يعني، الدنيا حلوه. فانا دلوقتي هروح السيتي سنتر، هروح البنك زي ما قلت لكم، وبعد كده هرجع البيت عشان احضر الدنيا دي كلها. انا خلصت مشوار البنك ومشوار السوبر ماركت وخلاص، دلوقتي مروح البيت. بس دلوقتي الساعه حوالي 3:30، وانا حرفيا ما خلصتش كل حاجه. في حاجات كتير لسه عايزه تتعمل، بس الوقت سرقني بره والدنيا بتشتي زي ما انتم شايفين. الجاكيت بتاعي اتبل خالص. فانا حاليا رايح البيت وهكمل الفيديو من البيت. احنا اتزنقنا زنقه الكلاب، جينا البيت متاخر، دلوقتي الساعه حوالي 6:15. ايوه، ولسه ما خلصناش الاكل. فاضل ربع ساعة على الأكل. فاضل ربع ساعه على الاكل، على الفطار. دول طيبين، وبمناسبة رمضان أول 30 مشترك هنعزمهم على الأكل من إنجلترا. حبة كفتة وفراخ على البيكو. واللي هيعمل لايكات كتير وشباب كتير يقول لك بحبك يا حسن هيشيش معايا. هيعيش معايا. افتح قفلت؟ لا ما تستنش. الفوجة هيتحرق والله. ايه ده؟ بس انت ما بتحسش؟ دلوقتي حوالي الساعة 6:15 وخلاص، فاضل 10 دقايق حرفيا والمغرب جدا، والاكل لسه ما جهزش كله. جيت من بره متاخر جدا، ما كانش في وقت ان انا اخلص الحاجات دي كلها. طبعا في كذا حد بيساعد، فبرضه لسه ما خلصناش. يعني انا فاضل لي بس الكفته اهي هنا، خلصت دول، فاضل يعني كده حبه حلوين ونخلص الاكل ده كله. دلوقتي مكرونه بشاميل في الفرن حضراتكم زي ما انتم شايفين. اهي مكرونه بشاميل
البركه في مراته والله. محدش في مصر يعرف يعملها. استنى نطلعها لكم. اهي الله عليك. وش جبنه وش موتزاريلا، احلى كلام. تاني صباعك وراها. النهارده تاني يوم من رمضان والنهارده يوم الجمعه، فانا دلوقتي طالع اصلي الجمعه. فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah and ask Allah subhanahu wa ta'ala to save you from the fire of Jahannam. جينا المكان ده لسه مخلصين صلاة من شوية، بس الجو هوا والدنيا كانت بتشتي ودلوقتي بطلت. المكان هنا جميل، الواحد صايم تعبان يعني سيكا، بس يعني اليوم ماشي كويس لغاية دلوقتي. معانا عايزة هناك عايزة هناك. والله عاملين لايك وفلوس يا عم خلاص يا عم، انت ما عندكش الكلمة دي، قول أي حاجة تاني. بس بحبك يا حسن. ايوه 4 قلوب وستين. واهم حاجه البوستين. حسن وقبل الاربع. جينا نلعب هنا في المكان بتاع الأطفال، في شوية ألعاب أطفال، فجايين نتمرجح شوية. الواحد صايم وتعبان فجاي يعني يهون عن نفسه شوية. يا حسن تعالى يا عم زقني يا عم. مرة الواحد بيجي يفسح عن نفسه هنا شوية. بس على نفسه في الاطفال. هتنزل على اليوتيوب دي، خلي بالك. من الحاجات المهمة هي الكنافة. أنا شخص بحب الكنافة، بس عمري ما أكلت كنافة بالمانجا قبل كده، فدي أول كنافة بالمانجا أكلها في حياتي، اللي عملتها مرات حسن. بس أنا اكتشفت في الآخر إن أنا ما بحبش الكنافة بالمانجا وما بحبش القشطة. الكنافة ذات نفسها أنا حاببها أكتر، فأنا بحاول على قد ما أقدر أسيب لمرات المانجا والقشطة وآكل أنا الكنافة بس. المانجا هنا طعمها مش حلو وغالية، يعني هي غالية جدا. اول يومين في رمضان كانوا كلهم شتاء وهوا، الواحد الصراحة ما قدرش يعمل اي حاجة، ما عرفتش اصور. كل ما ابقى بره عشان اصور الدنيا بتكون بتشتي شتاء يعني جامد، ما اقدرش اخد الكاميرا اطلعها بره العربية بسبب اللي هي لو طلعت هتتبل وممكن تبوظ كمان، لان هي مش ضد المية. فدي كانت مشكلة بالنسبة للفيديوهات. فانا جبت زينة تاني هنا، فكده انا عندي زينة هنا وزينة الناحية التانية. والمفروض مراتي كانت مطلعة شوية ألوان عشان ترسم حاجات لرمضان. الورقة اللي كانت المفروض ترسم عليها حطيت عليه الكنافة، ودي كيكة كيكة رمضانية شوكولاتة، والكيكة جميلة. أنا الصراحة بحب الكيكة اللي هي بتعملها، بنسفها الصراحة. فكده الفيديو بتاعنا خلاص، متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتدخل تتابعنا على انستجرام. ولو عندك أي فكرة للفيديوهات ممكن تكتبها لي في الكومنت، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.